السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكل الأخوة المتابعين نرجو نشر هذا المقطع أكثر. هذا أحد أصدقائي في السوق في العمل يصحى الصباح اليوم يسمع خبر مقتل أبوه بقذيفة عشوائية في تعز. يعني بالله عليكم إيش هذا اللي قاعد يصير في تعز وفينا إحنا كمغتربين وفوق كذا كلها على بلاغ هروب مو قادر يسافر. ولا متى راح نظل تحت هذه المعاناة، تحت هذا الضغط، تحت هذا التشرد؟ شرعيتنا راغدة والإعلام مريض والجماعة هناك يعبثون في الناس. بالله عليك قايم الصباح يداوم يشتغل ومو قادر يسافر على بلاغ هروب. بالصباح يسمع كلام وفاة أبوه. إيش هذا؟ الله يحرقكم حريق إن شاء الله، يجعلكم حريق أحرقكم كلكم، والحساب يوم القيامة بننطق احنا وانتم. من وكلنا إليهم الأمر ووثقنا بهم نائمين. تعز صاحت، تعز رجعت، تعز وقفت. تصحى الصباح تشي تطلب الله تشتغل تسمع وفاة أبوك توفى. الله يحرقكم إن شاء الله. وعلى بلاغ هروب مو قادر يسافر عشان على بلاغ هروب. كفيل مبلغ عليه يشتي منه 12,000. الله يحرقكم إن شاء الله.